أنا اليوم، أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه نزع روحه الطاهرة الشريفة، لما اشتد عليه ذلك ووجد صلى الله عليه وسلم الموت، جعلت عائشة ترفع رأسه وكتفيه عليه الصلاة والسلام حتى اتكأ برأسه صلى الله عليه وسلم على صدرها، فصار أعلى رأسه يضرب في ذقنها وأسفل وجهه المبارك هو في نصف صدرها، حتى مات صلى الله عليه وسلم وهو على مثل هذا الحال. وفي أثناء ذلك يدخل أخو عائشة معه سواك، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فتعرف هي مرادة من محبتها له وشغفها بحاله، وهي كانت رضي الله تعالى عنها مع أنها معه زوجة، إلا أنها كانت حبيبة حانية عليه مرافقة له صاحبة لسره. فقالت: يا رسول الله آخذ لك السواك؟ قال: نعم. فأخذت السواك وقلبته، فلما وضعه في فمه فإذا هو قاس، فأخذته ولينته ثم جعلته في فمه، فاختلط ريقه بريقها عليه الصلاة والسلام. مات وهو متكئ على صدرها، واختلط ريقه بريقها، تختلط أنفاسه بأنفاسها، تحيطه بحب الزوجة وحنان الأم. فهل يصدق بالله عليكم، هل يصدق اليوم في محبة النبي عليه الصلاة والسلام من يبغض حبيبته ويسبها ويلعنها؟ هل يصدق أيها المسلمون في محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفل بوفاتها؟ بالله عليكم يا عقلاء، كيف يدعي الرافضة محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأحمقهم المطاع في لندن يحتفل بوفاة عائشة ويقول بالنص كما فرغته من كلامه بالنص، يقول إنها كافرة ملحدة منافقة فاجرة ظالمة نجزة قذرة قليلة الأدب متبرجة تكذب بالنبوة، وإنها أكبر مجرمة عرفها التاريخ، وإنها الآن في قعر جهنم معلقة برجليها تأكل من جسدها وتأكل الجيف. وسخر واستهزأ بها وبأبيها، وطعن في انتسابها لأبيها، وطعن في عفتها بكلام طويل والله لا يليق أن نذكره في هذا المسجد. فأين من يدعون الدفاع عن الرموز؟ أين من ينتقدون من يمس الرموز؟ بالله عليكم أين حاكم العراق الذي ثار لما قيل عن السيستاني كلمتين قيلت في خطبة جمعة لم تقم لها احتفال ولم تنشر في فضائيات، ومع ذلك جعل يبحث عنها هو وزمرته في دهاليز الإنترنت وثاروا لأجلها؟ أين بياناته؟ أين قوله عن علماء السعودية إنهم تكفيريون؟ أفلا يقول كلمة عن ياسر الخبيث؟ أين رئيس حزب الله الذي ثار للسيستاني وجعجع وغلا؟ أين بياناته؟ أين خطبه؟ أين زعيقه؟ أين انتصاره لأم المؤمنين؟ أين غيرته لعرض سيد المرسلين؟ بل أين العلمانيون من قومنا الذين صاحوا وكتبوا ناصرين للسيستاني محذرين من الفتن الطائفية؟ أين كتاباتهم اليوم في الانتصار لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أن مقام السيستاني عند هؤلاء جميعا أرفع من مقام أم المؤمنين رضي الله عنها؟ هل عرض السيستاني أعف من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم نرى إلا كتابات باردة لمثقفين من الشيعة ووعاظ أصدروا بيانات استنكروا فيها بدم بارد وعبارات رقيقة ما قال أشقاهم. وقالوا في بياناتهم إنما يقوله هذا الغلام الأحمق لا يمت للمذهب الشيعي بصلة، وهذا كذب ولعب بالذقون، هذا كذب، فهو من أصول المذهب الشيعي، فقد امتلأت مصادر الشيعة بهذه العقيدة العفنة، فكيف يستغفلوننا ويلعبون بلحانا ويقولون إنها لا تمت للمذهب بصلة؟ أفلم يكن الأولى أن يتبرؤوا من القول أيا كان قائله، سواء كان ياسر الخبيث أو الكليني أو الكشي أو غيرهم، مع الرد على مصادرهم القديمة، وأن ينقدوا الصريحة وأن ينقدوها نقدا صريحا لما فيها، وأن يتبرؤوا منها. براءتهم من ذلك الخبيث ليست كافية في تبرئة الشيعة من هذا المعتقد،
ما لم تتم البراءة من القول نفسه أيا كان قائله. بل حتى في بياناتهم لم يبرئوا عائشة رضي الله تعالى عنها من الكفر والفسق، بل تبرأوا من أحمقهم الخبيث ومن قوله هذا. لم ينصوا على عائشة باسمها أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها أفقه نساء الأمة، ولم يثنوا عليها باسمها الصريح بكلمة، إنما قالوا كلاما عاما. لا ينبغي التعرض لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي احترام الصحابة الكرام، كلاما عاما، وكأنهم يقولون لصاحبهم لما صرحت، أفلم تكن التقية تسعك؟ ولم يتحدثوا عن براءتها إلا تلميحا عاما فقط. أحد كتاب البيانات معمم سعودي قطيفي يظهر الوطنية والدعوة للتعايش في كل موطن، يستضاف في القنوات فيكرر قائلا أنا أرفض سب الصحابة، ثم يقول وهذا كلام جميع مراجع الشيعة. ومع ذلك رجعت إلى كتاب له يباع وهو موجود في موقعه، اسمه المرأة العظيمة، صفحة 175 الطبعة الثانية، يقول معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله، يعني يعطيهم أموالا على تأليف أحاديث ينسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذم علي، وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله، فاختلقوا ما أرضاه. ثم قال ومنهم أبو بكر، ومنهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة. انتهى كلامه بنصه. هذا قذف ل4 صحابة في سطر واحد، جعلهم كذابين مرتشين بائعين لدينهم بدراهم متعاونين على حرب الدين وقلب الحقائق. وهذا الرجل الآن يجمع الخمس من تجار الشيعة في السعودية ويبعث به إلى إيران والعراق. ادخلوا إلى موقعه اليوم تجدونه ينشر تزكيات بالخط ووكالات من 10 من مراجع الشيعة في العراق وإيران يوكلونه بجمع الخمس من التجار في السعودية وإرسال الخمس إليهم بعدما يأخذوا حظه منه، وله في ذلك أوابد كثيرة. الله أكبر، كم على ذا المذهب الشيعي بين الناس من شيخان، فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم، وافرش لهم كفا من الأتبان، واظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران، وانظر إلى أنهار قبح فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. بل حتى هؤلاء الذين أخرجوا بيانات وفرحت بها بعض جرائدنا، هؤلاء المستنكرين من الشيعة، ليس من بينهم أبدا من يحمل لقب مرجع، وتعلمون أن الشيعة لا يقبلون إلا من مرجع. أما مثقفون وعاض عاديون هؤلاء ليس لهم ثقل أصلا في المذهب أيها المسلمون. إنما قاله الأحمق الخبيث في لندن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ليس موقفا معزولا عن التراث المعتمد عند الشيعة. كتبهم المعتمدة في مذهبهم تقول في عائشة الأقوال نفسها التي تفوه بها هذا الضال. ومن هذه الكتب الكافي للكليني، الأنوار النعمانية، من لا يحضره الفقيه، بحار الأنوار، تفسير القمي، مشارق أنوار اليقين، البرهان في تفسير القرآن، الهداية الكبرى. وتوجد هذه العقيدة حتى في الكتب التي ألفت معاصرة، مصباح الفقاهة، حق اليقين في معرفة أصول الدين. في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 47 صفحة 323 كتاب للرافضة، وهو أيضا في رجال الكش صفحة 135 أن الكميت قال لجعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه، قال له يا سيدي أسألك عن الرجلين، يعني أبا بكر وعمر. قال بالنص، فقال أبو عبد الله عليه السلام يا كميت بن زيد ما أهريق في الإسلام محجمة من دم، ولا اكتسب مال من غير حله، ولا نكح فرج حرام إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم القيامة، حتى يقوم قائمنا ونحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءة منهما. وفي مجمع النورين لأبي الحسن المرندي صفحة 208 أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه كان يطوف بالكعبة
فرأى رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهو يصلي على محمد وآله ويسلم، فمر به ثانية فلم يسلم عليه علي، وثالثة فلم يسلم عليه، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، لم لم تسلم